اتكلمنا من حوالي شهر كده على اجمالي الثروه العالميه وكمان اجمالي الناتج المحلي العالمي، وكان فاضل لنا فيديو واحد الحقيقه عشان خاطر نكمل الثلاثيه اللي انا شايفها مدخل مهم جدا جدا لينا، وده عشان نبدا باذن الله في كلامنا عن سوق الاسهم والسلع، والسوق اللي انا عانيت منه بشكل كبير جدا في اخر سنتين واللي يعتبر الاهم بالنسبه لي، وهو سوق العملات الرقميه او الكريبتو كارنسي، واللي عشان اقدر ابتدي فيه كان لازم اكمل تعريف بحجم الديون العالميه، واللي بيدخل برضه جواه سوق مهم جدا جدا للتداول ويعتبر من اكبر اسواق الدين في العالم، وهو سوق السندات، واللي اتكلمنا عليه قبل كده هو سوق الاسهم في فيديو اجمالي الثروه العالميه. وعشان ما تتوهش معايا، السلسله الصغيره دي بتديك نظره سريعه وشامله على شكل الاموال وطريقه تحركها في العالم عموما، وازاي بتتحرك كثروه من اسواق واصول او كناتج محلي عالمي متمثل في السلع والخدمات المختلفه اللي بتقدمها مختلف وشتى القطاعات في جميع انحاء العالم. واخيرا هنتكلم النهارده عن حجم الديون العالميه وقد ايه منها يخص الحكومات او الشركات الخاصه، وكمان حجم الديون على الاسر والافراد اللي بتمثلنا احنا كاشخاص. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. انا محمد طلعت وده مستر ماني. في البدايه كده اجمالي الديون العالميه على كوكبنا الجميل ده بالكامل عامله حوالي 323 تريليون دولار، والديون دي مقسمه على جزئين، وهي ديون الاسواق المورقه وديون الشركات الخاصه والافراد، ودي بتكون غير مورقه. اما بقى عمليه التوريق او السكيورتيزيشن فدي ببساطه جدا انه بتيجي جهه معينه زي البنك مثلا بتبدا ان هي تسلف الناس ايا كان بقى نوع القرض ده ايه، سواء قرض عقاري او قرض سياره او حتى قرض بطاقه ائتمان، وبتتجمع القروض دي في محفظه واحده على حسب نوعها، وليكن مثلا القروض العقاريه، وبعدين المحفظه دي بيتعمل لها كيان خاص اسمه الاس بي اي او السبيشال بيربز انتيتي. المهم انه الكيان ده بيكون مقنن بشكل كامل وبيصدر اوراق ماليه مدعومه بالديون المستحقه على المقترضين دول، ويبدا السعر ده ان هو يزيد او يقل حسب العرض والطلب وحسب اقبال المستثمرين عليه، وده طبعا بيرجع لمدى جاذبيه الاوراق الماليه دي. وطبعا المستثمرين بيكسبوا بطريقتين، اما ان هم يحصلوا على عوائد مباشره من الاقساط المستحقه على المقترضين دول، او ان هم يبيعوا الديون دي بسعر اعلى في المستقبل مع زياده الطلب عليها، وده يخليهم يكسبوا فرق السعر ما بين السعر اللي اشتروا بيه والسعر اللي هم باعوا عليه. والكلام ده طبعا بنشوفه بشكل كبير جدا في سوق السندات الامريكيه اللي هي تعتبر من اكبر واهم السندات في العالم، السندات الحكوميه الامريكيه. طيب سوق الديون المورقه او السكيورتايز ديت ده بيمثل قد ايه من سوق الديون العالميه ككل؟ احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 202 تريليون دولار، يعني تقريبا 62% من اجمالي سوق الدين العالمي، ودي عباره عن ديون بيتم تداولها والاستثمار فيها سواء من الدول او من الشركات او من الافراد. طيب يا ترى ايه هي تقسيمه الديون دي؟ بص يا سيدي، رقم واحد في عندك 147 تريليون دولار، ودول بيمثلوا اجمالي اسواق السندات في جميع انحاء العالم، وبيتقسموا لثلاث فروع: السندات الحكوميه وقيمتها 100 تريليون دولار، وبالمناسبه امريكا ليها حصه الاسد في السندات الحكوميه بحصه بتبلغ 36.5 تريليون دولار. وتاني حاجه سندات الشركات غير الماليه او القطاع الخاص، ودي قيمتها حوالي 34 تريليون دولار. وتالت حاجه سندات مضمونه باصول، ودي بتمثل تقريبا حوالي 13 تريليون دولار، زي مثلا الاوراق الماليه المدعومه برهون عقاريه تجاريه الار ام بي اس، والاوراق الماليه المدعومه برهون عقاريه سكنيه السي ام بي اس، واخيرا الاوراق الماليه المدعومه بقروض السيارات وبطاقات الائتمان الاي بي اس. رابع نوع بقى من السندات وهي سندات الشركات الماليه زي البنوك او المصارف، ودي قيمتها بتبلغ حوالي 42 تريليون دولار. خامس نوع والاخير وهي السندات المحليه، ودي جزء كبير منها بيكون تبع القطاع الخاص، وفي جزء منها بيكون حكومي زي البلديات والوكالات المحليه الحكوميه، زي كده الوكالات الفيدراليه اللي بتكون موجوده في كل ولايه في امريكا. وكل بقى البنود اللي اتكلمنا عليها دي مختلف انواعها واشكالها بتمثل اجمالي اسواق الدين العالمي المورقه، واللي بدورها بتساوي حوالي 202 تريليون من اصل 323 تريليون دولار، وهو اجمالي الديون العالميه. يبقى يتبقى معانا حوالي 121 تريليون دولار، ودول بيمثلوا الديون الغير مورقه واللي بتخص الافراد والاسر والشركات الخاصه. وتعالى نشوف الديون اللي بالبلدي كده غير قابله للتداول او الاستثمار متقسمه ازاي. اول حاجه وهي ديون الاسر والافراد، ودي قيمتها 61 تريليون دولار، ودي عباره عن قروض ديون وبطاقات ائتمان وقروض سيارات وكمان قروض تعليميه. وهتلاقي انه اي مواطن في العالم من افقر دوله لحد اغنى دوله في العالم بيتعرض لنوع او شكل من اشكال الديون دي في حياته اليوميه او الشهريه. وقيمه الديون دي كلها كده على بعضها واللي بتخص في الغالب الافراد والاسر بتساوي زي ما قلنا 61 تريليون دولار. تاني حاجه وهي ديون الشركات غير الماليه،
واللي قيمتها تقريبا حوالي 60 تريليون دولار. ودي عباره عن ديون لشركات بتشتغل في قطاعات زي الصناعه والزراعه والتجاره والنقل وكمان البنى. ولكن الديون دي مباشره ما بين الشركات اللي اتكلمنا عليها واللي بتقترض والجهات المقرضه ليها زي البنوك او شركات التمويل، زي اللي بنشوفها كده عندنا في مصر زي شركه تساهيل او امان او سنده وغيرها كتير جدا من الشركات اللي انتشرت في السنين الاخيره. وعندك كمان الجهات المقرضه ممكن تكون جهات فرديه زي مستثمرين افراد او عائلات ثريه. والديون دي كده من الاخر ديون لم يتم توريقها او تداولها، وبالبلدي كده الجهات المقرضه لسبب ما قررت ان هي ما تحولهاش لمنتج مالي او بالبلدي كده تعمل من وراها مصلحه. والسبب ده برضو مش لا قدر الله عشان خاطر هم عندهم رحمه، لا، لانهم بيستخدموها لمصلحه اكتر سرعه واكتر ربحيه بالنسبه لهم. ولكن الكلام ده ممكن يكون محتاج فيديو لوحده، ممكن نعمله باذن الله في الحلقات اللي جايه. وكل اللي اتكلمنا عليه ده من الديون غير المورقه بيمثل تقريبا حوالي 121 تريليون دولار. وبكده يبقى فصلنا اجمالي الديون العالميه وايه هم البندين الرئيسيين فيها، سواء الديون المورقه او الديون غير المورقه. ونبدا باذن الله الفيديو اللي جاي على بركه الله نبتدي نتكلم في الاسواق العالميه، سواء بقى العملات الرقميه او الاسهم او السندات او السلع. وهنركز بشكل خاص باذن الله على سوق العملات الرقميه اللي انا حابب ان انا اتكلم فيه باستفاضه كبيره جدا. ومعلش الفيديو ده كان مكلبس شويه ويمكن تكون تفاصيله ممله، لكن باذن الله الفيديوهات اللي جايه هتكون مسليه جدا جدا ليك وتديك نظره مقربه على الاسواق العالميه وازاي الماركت ميكر بيتصرف فيها. لو كملت الفيديو لحد هنا فشكرا جزيلا ليك، واتمنى تدعمني بلايك وشير وسبسكرايب. شكرا جزيلا. السلام عليكم.